يوسف النصيري الذي تم استدعاؤه مؤخرا لحمل قميص المنتخب المغربي. مراسلنا في إسبانيا أشرف بن عياد وتقرير عن هذا اللاعب. هو من بين اللاعبين الذين يفضلون العمل في صمت لأن الحديث بالنسبة لهم يكون على أرضية الميدان. يوسف النصيري أصر منذ اليوم الأول على إيجاد مكان له في الكرة الإسبانية رغم صغر سنه وكثرة النجوم. من مواليد 97 غادر بيت المغرب الفاس في سن 13 باحثا عن تكوين نفسه في أكاديمية محمد السادس. هنالك قضى 5 أعوام كاملة قبل الالتحاق بنادي مالاغا، أين بحث عن الفرصة فوجدها. فتحت قيادة خوان دي راموس شارك المهاجم الشاب قبل أيام قليلة في أول مباراة له في الليغا أمام إسبانيول. الحمد لله أنا فرحان على هذا الشيء اللي درت كامل، وفرحان على البري تيمبورادا اللي دوزت، والحمد لله البداية ديالي اللي دوزتها كنتمنى نزيد لقدام شوية. من بديت هذه البداية كنهديها للفاميليا ديالي، وإن شاء الله هما اللي كيدعيو معايا باش نوصل لهذا الشيء كامل، وإن شاء الله نزيدو لقدام. قياسا على تألقه منذ بداية تحضيرات الموسم الجديد، قرر المدرب الفرنسي إيرفي غوناغ التفكير مرة أخرى في دعوة لاعب مالاغا الذي يتواجد حاليا في ألبانيا مع المنتخب المغربي الأول من أجل خوض مباراة ودية. وأنا فرحان بزاف على الكونفوكاسيون، كنت كنتمنى الكونفوكاسيون توصل لي، الحلم ديالي هو توصل لي الكونفوكاسيون، والحمد لله وصلت. هادئ في شخصيته، طموح في مسيرته، وعازم على رفع علم بلده. هكذا هو يوسف الذي يعيش أفضل أيامه في مالاغا بعد تخطيه الكثير من العقبات. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، إسبانيا.